اليوم الدراري وفي هذا الفيديو قررت بانني نبني ليا واحد من اكبر البيوت او نقدروا نقولوا عليه قصر الدراري اللي غنعيشوا فيه الى بقيه السلسله ديال ديو كرافت. اوكي الدراري، وكما سمعتوا في المقدمه اليوم غادي نبنيو لينا قصر اسطوري. وكما الدراري كنعرفوا الا بغيتي تبني قصر او اي شيء غادي نحتاجوا اول حاجه المنطقه اللي غنبنيو فيها القصر الدراري. وقبل ما نبداو في الفيديو الدراري وان شاء الله تعجبكم الفكره ديال الفيديو ما تنساوش ديروا معكم لايك وتشتركوا في القناه. فاوكي طبعا كنت كنظبط هذه المنطقه باش نبنيو فيها القصر ديالنا الدراري الاسطوري اللي غيتبنى في هذه البلاصه ان شاء الله. ويا الدراري غادي نبنيو القصر ديالنا هنا. اول شيء الدراري غادي نحتاجوه هو كميات كبيره من ستون بريك وستيرز بريك الدراري وسلابات بريك، كميات كبيره الدراري ديال الخشب ستيرز وسلابات وشحال من الاشياء الدراري فينس واشياء كثيره كما كتعرفوا غنحتاجوها الدراري للقلعه ديالنا. فداك الشيء علاش غادي نبداو في التجميع ديال الموارد من السطون الدراري، كميات كبيره ديال السطون اللي غنحتاجو وان شاء الله نقدروا نجمعوها في اقرب وقت. اللي تسقاو الدراري نبداو في التجميع ديال الموارد. الدراري جيت لهاد المنطقه اللي كنت كنجمع فيها السطون وان شاء الله غادي نكمل على دوك الكميات اللي عندي في المخزن باش نصايب ليا ستون بريك اللي غادي نحتاجوها الدراري. فيا اللي تسقاو نكملوا الدراري ونجمعوا لينا الكميات الكبيره اللي غنحتاجوها من السطون. 2000 years later. فاوكي الدراري وبعد وقت طويل من التجميع ديال الموارد طبعا خلف الكواليس جبت ليا هذا الرؤوس، هذا الراس ديال الزومبي والراس ديال الكريبر بمساعده الترايدنت اللي فيها شالنجينغ الدراري كتحول لنا الكريبر لشار كريبر. واخيرا الدراري وبعد وقت طويل من التجميع ديال الموارد من السبروس والسطون الدراري وشحال من حاجه والديب سليت اشياء كثيره ديال الموارد، واخيرا قدرنا نكملوا الموارد اللي غنبنيو بهم. وكما كتشوفوا الدراري هادو هما الموارد مثلا بحال هذا ستون بريك وول وهذا الموارد الدراري ديال ستون بريك وهذا الشولكر حتى هو الدراري ديال السبروس واشياء اخرى وديب سليت وهذا الصندوق حتى هو الدراري. اللي تسقاو الدراري باش نبنيو القلعه الاسطوريه ديالنا. ويلا الدراري بعد ما نساليو من القلعه ونرجعوا لكم 2000 years later. الدراري وبعد عناء ودام الى مده طويله تقريبا 7 ساعات او اشياء من هذا القبيل. المهم الدراري واخيرا سالينا من القلعه الاسطوريه ديالنا ودابا الدراري اللي تسقاو نطيروا باش نوريوكم القلعه ذا بيج. شوفوا الدراري القلعه الاسطوريه، اول مره نبني شي قلعه اسطوريه بحال هذه الدراري. ولي تسقاو الدراري واخيرا ساليت من القلعه طبعا اتتها تقريبا من الداخل وان شاء الله هي اللي غيكونوا فيها الدراري اسماء المتابعين. ولا تسقاو كما كتشوفوا هذه هي القلعه اللي بنينا. طبعا غنضربوا فيها واحد الدوره سريعه بسيطه جدا. اولا الدراري المدخل بحال هكا، هذه زعما البوابه كتسد خايه ما كتسد ما والو. نبداو بالمطبخ هو الاول. كتدخل المطبخ الدراري كتلقى على اليمين ديالك افران اللي كنت غير درتهم حيت كنت محتاج نطبخ فيهم شي حوايج. هاد البلاصه الدراري غير الا بغيتي تجلس فيها ولا شي حاجه. مهم هاد البلاصه هادي زعما هي اللي كنقطعوا فيها وداكشي وكنحطوا فيها الاغراض اللي كنطبخوا بهم. هذه هي ديال الماء، اول مره نستعمل هذه الدراري ما عرفتش. خشيت فيها السيف ديالي سيفي اوف تخلعت السيف ديالي نصبوا عليا فيه الدراري. فاوكي هذه هي القدره تقريبا. المهم هاد البلاصه هي اللي كتريح فيها ملي كتبغي تاكل ونايس كيبان لك هاد المنظر غير الجميل الدراري. المهم منطقه زوينه المطبخ الدراري تقريبا. فيا غندخل من هاد الجهه هادي وغتلقى فيها بيت النوم او المنطقه ديال النوم ديالي. طبعا هنا خاصنا ايتم فريم في هاد البلاصه ما ديوش عليها. هاد البلاصه هادي راه غنحط فيها هذوك سميتو الدراري غنحط فيها الدراري شي حاجه ما عرفتش نحط فيها، ولكن المهم الدراري انا كاينه انفل الا بغي الا احتاجيتها. وهنا كاين هاد الكرسي ديال الملك طبعا اولا كان نفطر فيه وكنتغدى فيه وكنتعشى فيه وكل شيء الدراري. وصافي كاين هنايا هذا الا بغيت نحط فيه شي حاجه هنايا غير منظر واشكال زواقه
وهنا الدراري كاين المنطقه ديال النوم ديالي، واخا ماشي احسن حاجه ولكن الدراري راه زوينه. فيا يلا نمشيو دابا ونوريكم الطوابق الاخرى. طبعا الا طلعنا مع هذه المنطقه غنلقاو هذا الجدار، وهذا الجدار الدراري هو اللي غيكونوا فيه اسماء ديال المتابعين اللي ان شاء الله غادي يكونوا من الدايموند او الاميرالد الدراري على حسب الترتيب ديال التفاعل ديالهم الدراري في الفيديوهات. فياه ان شاء الله الناس اللي تفاعلوا في الفيديو اللي فات الدراري ديال قيصر الويدر غيكونوا الاسماء ديالهم هنايا الدراري. والا بغيتي تكون من الاسم ديالك في هذا الجدار ما تنساش تحط معك واحد التعليق وواحد اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. الا دخلنا من هذا الباب الدراري غنلقاو هاد الاشياء الجميلين الدراري. فالا طلعنا تقريبا ما كملتش هذه ماشي مشكل. والاخرين الدراري في نفس الحاجه، هما الدراري تقريبا نفس الحاجه هذاك الشيء الاخرين، وثمان الجهه الاخرى كاينين نفس الحاجات. والا طلعنا الدراري غادي نلقاو المنطقه اللي كنريح فيها وكنقرا فيها الكتب الجميلين ديالي الدراري، وكنرتاحوا لا فضايح وكنرتاحوا فيها وكنقراو فيها الكتب ديالنا الدراري اللي هي هذه. قولوا لي كيفاش جاكم التصميم ديالها. ولا دخلنا من هاد البلاصه غنلقاو اطلاله على المنطقه ونايس، غادي نلقاو اطلاله عملاقه غير انا دايا غبي طلعت هنايا. المهم واخا مكيبانش من هنا حيت كاين هاد البلوكه. فيا الدراري غنطلعوا للفوق للسقيفه اللي كاينه الفوق، نطلعنوا بحال هكا. وهنا الدراري كاين زعما داك مخزن بسيط وصافي. هاد الراس ديال الزومبي راه جبتو من عند ترايدن. فهاد البلاصه زعما راه خاويين الدراري اللي حطيت فيهم السكافولدينغ وهادو صناديق بسيطه. هاد البلاصه الدراري الا طلعنا فيها غنلقاو الابراج العملاقه. هاد البرج الاول، هاد البرج كنظن كيطلع على المنطقه لا هو ولا الاخر الدراري طبعا. وهنا ان شاء الله في هاد المنطقه القدام غتكون القريه واشياء جميله واسطوريه. غادي نهبطوا من هاد البلاصه الدراري، وتقريبا الاخرى حتى هو راه في الجهه الاخرى هذا نفس الحاجه. فيا الدراري تقريبا هذه هي القلعه ديالنا بشكل كامل، واخا ما عملاقاش اصلا. الدراري قلت لكم في البدايه ديال الفيديو. فليتس جو نجربوا لينا اول نعسه الدراري لينا في القلعه ديالنا. فطبعا الدراري غتكون اول نعسه لينا في القلعه اللي هي في البيت النوم ديالي. ليتس جو اول نومه، ليتس جو الدراري. وبهذه الطريقه غنكونوا نعسنا اول نعسه في القلعه. او شيت دخلنا في البلوك نايس. فيا الدراري دابا الشيء الثاني خلف الكواليس الدراري، مني بنيت القلعه وساليت واتتها مشيت وجبت لي جوج ديال الاكسلوتل واللي بغيت نصايب ليهم واحد البيت. او شيت كريباراس بغيت نصايب ليهم واحد البيت. فالمهم الدراري ان شاء الله دابا غادي نمشيو ونبداو في تقريبا نصايب بليهم بحيره اللي غادي يعيشوا فيها. فليتس جو نبنيو البحيره. فاوكي الدراري الحوض ديال الاسماك تقريبا غيكون في هاد البلاصه. صراحه عجبني نديرو في هاد المنطقه هذه. فيا غادي نحفروا حفره بسيطه تقريبا تكون كبيره شويه باش يسبحوا على خاطرهم الدراري. فيا غادي نحفروا هاد الحفره بحال هكا نايس. من هذه الجهه ندير واحد شويه ديال التعويجات في هاد البلاصه. فنايس غادي تكون او شيت هنا نايس. تقريبا كبرنا الحفره زياده عن اللزوم واخا ما كناش باغيين تكون بحال هكا. فيا الدراري غادي نقادو هاد الحفره هادي ونصوبوها بحال هكا. اوكي الدراري بعد ما درنا هاد الشكل البسيط جدا تقريبا ليس بالشيء الكبير جدا. فغادي نجيو وغادي نبداو نعمرو. او شيت او رايتم لون الاكسلوتل ماشي ازرق الدراري، ماشي الازرق هذا، الازرق اكثر من هذا الشيء ولا الا كان هو ما عرفتش الدراري. انا غير لقيته في الكيف وجبته. فالمهم قولوا لي في التعليقات الدراري واش هذا هو الازرق ولا لا، نعرفوا المعلومات الخبرات ديالكم. فغادي نبداو نعمروا في هذه البلاصه هذه تقريبا كامله حتى تعمر كامله بالماء الدراري. ومن بعد نديروا لها الزينه الخارجيه اللي غتكون من برا طبعا. وغادي نحضوا منها مع هاد الاكسلوتيلات اللي هربوا لينا الدراري حيت بغيناهم يبقاو عندنا لمدى الحياه. فغادي نبقاو غادي بهذه الطريقه ديال الماء حتى نعمروا الحوض كامل. A few moments later. طيب الدراري هو اخيرا بعد ما صايبت هذه المنطقه هذه البسيطه ديالهم تقريبا حطيت بلوكات عشوائيه لداخل ودرت هذا الشيء بالبون ميل وصافي. وهذا الشيء راه جبته من البويا من المستنقع. وهذا الشيء راه كان عندنا الدراري اللي كانوا متبعين السلسله من البدايه.
فيا غادي نجيو وغادي نحاولوا ندوروا هاد المنطقه شويه بالستيرز. كنظن ستيرز ياب، واخا كنظن بلي هاد الكميه الدراري ما غتكفيش، ولكن غادي نجيب خلف الكواليس كميه اخرى. فياه غادي نقادو هاد المنطقه، واخا كنظن بلي غيخرب الشكل ديالها. فاوكي، واخيرا الدراري مهم ثالث واخيرا تقريبا كملت غير دوات على الصور وزدت عليها تقريبا درت سترينغ فوق هاد البامبو باش ما يزيدش يكبر على هكا. او سلام عليكم. اوكي الدراري تقريبا هما كما كتشوفوا السترينغ اللي درنا فوقهم باش ما يكبروش، وان شاء الله ما يهربوش الدراري. ما عرفتش علاش عندي واحد الاحساس كيقول لي غيهربوا بحال الضفادع اللي درت في السلسله ديال السينجل بلاير. جبت لي هاد الاسماك الدراري باش نكاطروهم بهم، وان شاء الله غيتكاطروا. يلا ليتس جو. واحد انت والثاني تعال. طبعا بلا ما يقول لي شي واحد علاش القلوب ما كيطلعوش، حيت حنا دايرين مود. او ليتس جو. واحد اصفر. او لو طلعوا لينا الدراري الزرق ماذا كنت سافعل؟ طبعا الدراري بعد ما طلعوا لينا واحد اصفر غناخذ هذا الاصفر الكبير باش حتى الى مات عاوتاني نعاود نكاطرهم خلف الكواليس الدراري، باش حتى الى عاودوا ماتوا الدراري نجيبوا واحد اخرين. فيا تقريبا هادشي ولا يكون عندنا في هاد الحلقه الدراري. درنا اشياء كثيره بنينا لهاد القلعه، وصيبنا هاد المنطقه ديال هاد البيزران الصغار الدراري ديال الاكسلوتيلات. وقولوا لي الدراري ان شاء الله شنو بغيتو يكون في الحلقه الجايه. وان شاء الله الدراري غندير الاسماء ديالكم في هذيك القلعه، غير دابا محتاج شويه الوقت باش نكمل اشياء اخرى الدراري. ولكن في هذا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بزر اللايك والاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبسلام عليكم الفيديو الجاي.